السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيقولوا الصدمة اللي ما بتموتش بتفوق. ساعات بنعيش مع ناس بنعتبرهم مضمونين في حياتنا، بندوس عليهم بكلمة تجرح وأفعال تهد. بنبقى فاكرين إن المركب ماشية بشطارتنا إحنا. بنبص للست الأصيلة اللي شايلة البيت وعامية عينيها عن أي عيب. بنبص لها على إنها مضمونة وملهاش أي طلبات وما بتتعبش، لحد ما بتيجي اللحظة اللي بتقع فيها من طولها والبيت كله بينهار فوق دماغ اللي كان فاكر نفسه مسيطر. حكايتنا النهاردة عن مريم، الست اللي عاشت 25 سنة بتضحي في صمت. ومصطفى اللي ما فاقش غير والوقت بيعدي من ما بين ايديه. يا ترى بقى النعمة لما تضيع بترجع تاني؟ وايه الكابوس اللي هيخلي الراجل الجاحد يبكي بدل الدموع دم؟ اسمعوا معايا القصة دي بقلوبكم وركزوا في كل كلمة، علشان الإهمال ساعات تمنه بيكون غالي قوي قوي. أنا زهقت منك ومن طلباتك اللي ما بتخلصش. أنت إيه؟ ما بتشبعيش؟ إيه يا شيخ؟ خلي عندك شوية دم. أنا مش ملاحق على مصاريفك ومصاريف عيالي، كل شوية طلبات طلبات. أنا قرفت منك ومن عيشتك كلها. ما تفرقيني بقى وتحلي عني. إيه؟ ما عندكيش دم؟ سمعت كلامه اللي مش أول مرة تسمعه، دي سمعته قبل كده 1000 مرة، لدرجة إنها ساعات بتردد الكلام معاه في سرها وهو بيتكلم. لا كلمة بتنقص ولا كلمة بتزيد. لا استني يا مريم، ده قال جملة زيادة، ده قال فرقيني بقى وحلي عني. إيه ده؟ دي كلمة جديدة، يعني إيه أفرق؟ جوزها كان كل مرة يسمعها الموشح ده، كانت بتقعد تراضيه بكلمتين وتقول له على طلباته ومصاريف ولاده وعلى العلاج بتاع مامته اللي كانت عايشة معاهم في شقتهم من ساعة ما تعبت آخر مرة. كان لازم يبقى في حد معاها باستمرار يخدمها، وكانت مريم الوحيدة من سلايفها التلاتة اللي وافقت إنها تستقبلها في بيتها وبتخدمها بكل حب، لا كلت ولا ملت. متجوزين من أكتر من 20 سنة، اتجوزوا وهي لسه يدوب عندها 18 سنة. كان جارهم وطلبها للجواز، ولأنه جارهم أهلها وافقوا بسرعة لأنه متربي في وسطهم وعارفين. خلفت ولدين وبنت. الولد الكبير اسمه محمود، خلص تعليمه ودخل الجيش وخاطب دلوقتي. والولد الوسطاني اسمه محمد، في آخر سنة في كليته. أما بقى البنت الصغيرة اسمها ملك، في تالتة سنة. نرجع بقى لحكايتنا. مريم قعدت مكانها المرة دي. كانت كل مرة ما جوزها يتخانق ويزعق علشان الفلوس كانت بتحاول تراضيه وتهديه، بس المرة دي فضلت في مكانها مش عارفة تعمل ايه. أما جوزها بقى كان في أوضة النوم وعمال يبرطع. وليه يا بومة؟ ما وراهاش غير الطلبات. أنا مش عارف أنا ليه مستحمل الهم ده كله. كان فاكر إنها هتدخل وراه زي كل مرة تحاول تهديه وتراضيه، لكنها ما دخلتش. قال لا، هي ما دخلتش ورايا زي كل مرة ليه؟ خرج من الأوضة وهو بينده عليها، لقاها قاعدة على الكرسي ومغمضة عينيها. إيه يا هاني؟ أنت مش سامعاني ولا إيه؟ اتفضلي يلا، عايزة أطفح. مريم زي ما هي ما بتردش عليه. قرب جوزها منها علشان يشوفها، لقاها مغمى عليها. اتخض عليها مع دخول ابنه الكبير محمود، جري عليها وهو شايف أمه مغمى عليها. إيه اللي حصل يا بابا؟ ماما مالها فيها إيه؟ مش عارف مالها. أنا دخلت أغير هدومي وبنده عليها لقيتها بالمنظر ده. شيلها يا محمود وخدها وديها على المستشفى اللي في أول الشارع، شوف حصل لها إيه يا ابني. لبسها محمود حجابها بسرعة وأخدها ونزل. قابل أخوه على السلم وهو طالع. إيه يا محمود؟ في إيه؟ ماما مالها؟ مش عارف مالها. تعالى معايا على المستشفى اللي أول الشارع نشوف مالها. وأخدوها أولادها وراحوا يطمنوا عليها. أما جوزها قعد مكانها وهو بيكلم نفسه. معقولة تكون زعلت مني؟ طب ما أنا بقول لها الكلام ده كل شوية، إيه الجديد يعني؟ فاق من وسط سرحانه على صوت مامته اللي بتنده على مراته. قام دخلها الأوضة يشوفها. أيوة يا أم، عاوزة حاجة؟ فين مريم يا ابني؟ أصلي عاوزة أدخل الحمام. مريم تعبت شوية يا أمي والولاد أخدوها علشان يودوها المستشفى ويطمنوا عليها. يا لهوي، بعد الشر عنها. مالها يا ابني؟ طمني عليها يا مصطفى. مالها مريم؟ جرالها إيه؟ مش عارف والله يا أم، أنا فجأة كده لقيتها مغمى عليها. محمود أخدها ونزل بيها في المستشفى اللي على أول الشارع.
وما رحتش معاه ليه يا ابني تطمن على مراتك؟ خفت يا أم، خفت أسيبك لوحدك، وملك ما هياش هنا، هو هيتصل بيا علشان يطمني عليها. يا حبيبتي يا بنتي، أكيد تعبانة من الحمل اللي هي شايلاه، مراتك غلبانة يا مصطفى، كفاية يا ابني عليها خدمتي، لا عمرها كلت ولا مل، والله ساعات بقول لها حقك عليا يا بنتي، تعبتك معايا، وبدعي ربنا إنه يسترد أمانته علشان تعبها ده. تعرف بترد عليا وتقول لي إيه؟ بتقول لي اخصى عليكي يا خالتي، اوعي تقولي كده، ده انت أمي اللي أخدمها بعيني، مش كفاية؟ كفاية إنك السبب وجوزتيني مصطفى، أجدع راجل في الدنيا كلها. حافظ عليها يا ابني، واوعى تزعلها، اللي زي مريم دول ما بقوش موجودين. مصطفى كان بيسمع مامته وهو ساكت، وعمال يلوم نفسه ويقول لنفسه في سره: بقى هي بتقول عليك إنك أجدع راجل في الدنيا وإنت بتزعلها؟ إيه يا ابني، رحت فين؟ معاك أهو يا أم، تعالي، تعالي أدخلك الحمام. لا لا يا ابني، ما ينفعش، أنا هستنى ملك لما ترجع من بره. إزاي بس ياما، مش هتقدري، أنا هدخلك الحمام ولما تخلصي ابقي اندهي عليا. وأخد مامته وسندها ودخلها الحمام، وبعد شوية رجعها لسريرها. قولي لي يا أم، ليكي علاج بتاخديه دلوقتي؟ والله يا ابني ما أنا عارفة، مريم هي اللي عارفة، أهي تلاقيها كاتبة في الكراسة دي مواعيد الدواء بتاعي. أخد منها الكراسة ولقى مريم كاتبة مواعيد الدواء بالساعة والدقيقة. طلع العلاج واداه لمامته، ودخل المطبخ يجهز لها الأكل اللي بعد الدواء، وشاف المطبخ ونظافته وترتيبه والأكل اللي جاهز وكان لسه سخن. جهز الأكل لمامته وأكلها، وبعدها شال الأطباق ودخلها المطبخ، ومسك تليفونه ورن على ابنه محمود. كانوا الولاد واقفين في المستشفى على نار وعلى أعصابهم، وهيتجننوا على أمهم علشان يعرفوا مالها. ألو، أيوة يا بابا. لا لسه ما نعرفش حاجة، الدكتور لسه بيكشف. طب ابقى طمني يا ابني عليها لما الدكتور يقولك فيها ايه. حاضر يا بابا. قول لي يا محمود، هو بابا عارف ازاي؟ ما هو كان في البيت، وهو اللي قال لي خدها وديها المستشفى. نعم، يعني هو عارف ان ماما تعبانة بالشكل ده وخلاك تنزل لوحدك؟ ايوه، قال لي مش هينفع يسيب ستك لوحدها، والله العظيم تلاقيه هو اللي اتخانق معاها زي كل يوم، وهو سبب زعلها وتعبها ده. مش عارف يا محمد، لما ماما تبقى كويسة هنعرف ايه اللي حصل. وبعد شوية خرج الدكتور يطمنها. طمني يا دكتور، ماما مالها؟ للأسف المدام اتعرضت لضغط عصبي شديد جدا، وده وصلها لبوادر جلطة، بس الحمد لله لحقناها. جلطة؟ ودي سببها ايه يا دكتور؟ ممكن يكون زعل أو ضغط نفسي، الحاجات دي بتسبب جلطات. طب يا دكتور، هي هتبقى كويسة امتى عشان نطمن عليها؟ نص ساعة وهتكون كويسة، بس أهم حاجة ما تتعرضش لأي ضغط. إن شاء الله يا دكتور. شفت، أكيد هو السبب، بقى أمك الهادية اللي صوتها ما بيعلاش يجي لها جلطة. محمد، ممكن تهدى؟ أنت بتتكلم عن باباك مش عن حد غريب، عارف إني بتكلم عن أبوك مش عن حد غريب، بس أمك مستحملة كتير قوي يا محمود. أنا ساعات بقول هي ليه عاملة في نفسها كده، يعني عايزها تعمل إيه مش فاهم، تتطلق يعني ولا إيه؟ وفيها إيه؟ أمك ما بتسمعش كلمة عدلة من أبوك، مهما تعمل مش شايفها. عادي يا ابني، واجب على أي ست إنها تستحمل جوزها في المرة قبل الحلو. يا سلام، ده مين بقى اللي قال كده إن شاء الله؟ هي الست دي مش بني آدمة يا محمود؟ زي ما الراجل محتاج كلمة حلوة، هي كمان محتاجة كلمة حلوة، محتاجة إنها تتقدر. جايز يا محمد. بقول لك إيه، خد كلم بابا وقول له الدكتور قال لنا إيه. أنا مش هكلم حد غير لما أطمن على ماما. بص له محمود وهو مش عارف يقول له إيه، مسك تليفونه واتصل على باباه وقال له على اللي الدكتور قاله له. وفي مكان تاني خالص كانت قاعدة وبيسألها: مالك، انت بتكلمي نفسك ولا ايه؟ لا، انا برن على مريم مش بترد، وقلبي واكلني عليها. ما تقلقيش يا ستي، هي اكيد نزلت تجيب حاجة من تحت ولا حاجة. لا، ده وقت وصول مصطفى جوزها، وكمان ما تقدرش تنزل وتسيبها لوحدها. طب ممكن نهدى يا مروة، اكيد في حاجة يعني هي اللي مخليها ما بتردش عليكي. يا رب يا احمد، انا قلبي مش مطمن. طب ايه رأيك اتصل لك بمصطفى جوزها ولا محمود ابنها؟ اتصل بمحمود وخليه يطمنا عليها، تلاقيه رجع من الشغل دلوقتي. واتصل احمد جوزها على محمود ابن مريم وحكى له على اللي حصل وقفل معاه. بتقول ايه؟ ايه اللي حصل؟ مريم فيها ايه؟
تعبت شوية يا ستي، ومحمود خدها وداها على المستشفى اللي عندهم عند أول الشارع. محمود؟ أمال فين اللي اسمه مصطفى ده؟ مش معاها ليه؟ والله تلاقيه هو اللي تعبها ومزعلها. يا بنتي ابنها ما يعرفش حاجة، وأبوه قاعد مع ما كانش ينفع يسيبها لوحدها. أنا هروح لها علشان أطمن عليها. وقاموا غيروا هدومهم هما الاتنين وراحوا على المستشفى. وبعد ما مصطفى عرف اللي حصل لمراته، اتصل على أخوه علشان يبلغه اللي حصل، وإنها تعبت وهتقعد في المستشفى شوية لحد ما حالتها تتحسن، ويطلب منه إن حد يقعد مع أمهم أو ياخدوها عندهم لحد ما مريم تبقى كويسة. يا مصطفى أنت عارف مراتي ومرات أخوك فريد ومرات أخوك فهد ما هماش موافقين إن أمك تيجي عندنا. طب والعمل مين هياخد باله منها؟ ملك مش هتقدر على خدمة أمك، ومراتي وتعبانة في المستشفى، وأنا ومش هعرف آخد أجازة من شغلي يا حمدي. طب وبعدين يعني هو ده كان وقته مراتك تتعب فيه يعني؟ والله معلش، أصلها مش بني آدمة من حقها تتعب. بقول لك إيه يا حمدي، اتكلم أنت وإخواتك، هتاخدوا أمكم عندكم ولا كل واحدة منهم تجيلها يوم تأكلها وتديها العلاج؟ خلاص يا مصطفى، هشوف، بس ما وعدكش بحاجة. وقفل معاه ومراته سألته هو أخوك كان عايز إيه؟ أبدا، أصل مراته تعبت شوية وبيقول لي حد فيكم ياخد أمي عنده لحد بس ما مراته تبقى كويسة. أنا عن نفسي مش موافقة، لو وافقت يا حمدي مش هقعد لك في البيت دقيقة واحدة. طب وبعدين يا هناء، أمي هنعمل فيها إيه؟ والله بقى ما أعرفش، اعملوا فيها اللي انتوا عايزينه. إن شاء الله يا أخويا تودوها دار مسنين حتى. دار مسنين؟ يعني ترضيها على أمك يا هناء؟ لا طبعا مرضهاش، بس إحنا اللي شايلين أمنا، مش مراتات إخواتي. طب حظها بقى، حظها إن ما عندهاش بنات، نعمل إيه؟ آخرتها نرميها في دار مسنين؟ والله بقى ما أعرفش، أنا ماليش دعوة لا بيها ولا بغيرها. قال أمه إيه؟ هي ناقصة وجع دماغ وهدد حيل. قعد حمدي وهو بيضرب كف بكف. وبعدين يا حمدي، ده مريم كانت شايلة وعمرها ما اشتكت. أنا هكلم فريد وفهمي بقى وأشوف رأيهم، وهما الاتنين يكلموا مراتاتهم ويشوفوا هيوافقوا إنها تيجي عندهم ولا لأ. واتصل حمدي بإخواته الاتنين اللي كان رأيهم نفس رأي، ومراتاتهم هما كمان ما رضيوش إطلاقا. رجع بعدها اتصل بمصطفى وبلغه باللي حصل، وقال له إن اتفقوا هو وإخواته إن هما يودوها دار مسنين. دار مسنين؟ بقى هي دي آخرة اللي ربت؟ عايزين ترموا أمكم في دار مسنين علشان يومين تلاتة؟ يا خسارة تربيتها فيكم. قفل في وشه السكة بعد ما قطمه وبهدله. وبعدين ده انت كنت شايلة كتير قوي يا مريم، أنا ما كنتش واخد بالي. قام ودخل بص على أمه لقاها نايم. خرج تاني واتصل بابنه محمود علشان يطمن على مريم. أما مروة بعد شوية وصلت المستشفى ودخلت هي وجوزها على أختها. طمنوني، أمكم عاملة إيه دلوقتي؟ الحمد لله يا خالته، بقت أحسن شوية، الدكتور طمنا. لا أنا مش مطمنة، تعالى معايا يا أحمد، تعالى نشوف الدكتور ونطمن منه، ونشوف لو محتاجة تتنقل من هنا أو تروح مكان تاني. وراحت مروة هي وجوزها للدكتور اللي طمنهم على حالة مريم، وقال لهم إن الحالة مش محتاجة إنها تتنقل لمكان تاني، وإنهم لحقوا الجلطة وكلها كام ساعة وهتكون كويسة. وفي بيت فهمي أخو مصطفى كانت مراته بتكلم سلفتها مرات حمدي في التليفون. شفتي اللي عايزيننا نعمله مع حماتك؟ أنا رفضت يا أختي، أنا معرفش حاجة. هو إيه اللي حصل؟ مريم قال إيه تعبت وراقدة في المستشفى، والدكتور بيقول بوادر جلطة بس لحقوها، بس طبعا عايزة راحة كام يوم. فمصطفى بقى كلم حمدي وقال له حد فيكم يجي ياخد أمه عنده لحد ما مريم تبقى كويسة. أنا عن نفسي رفضت وقلت له ودوها دار مسنين. يا لهوي يا هناء، وقدرتي تقوليها؟ آه طبعا قدرت، أنا يا حبيبتي كفاية عليا خدمة جوزي وعيالي وأمي، كمان هجيب حماتي أزود هم على همي؟ بس فريد وفهمي مش هيوافق. لا يا أختي وافق. وحمدي قال لمصطفى قال إيه؟ قفل السكة في وشه وفضل يقطمه بالكلام ويقول له بعد ما ربت وكبرت وشقيت عايزين ترموها في دار مسنين؟ قال اخصى عليك، وقفل السكة في وشه. حقه يا هناء، الست طول عمرها شقيانة معاهم، مش آخرتها يعني إنهم يرموها في دار مسنين. بقولك إيه يا منى، بلا حق وبلا بتاع، خلاص يا حبيبتي يشيلوا هم أمهم، كل واحد يروح يقعد بيها شوية، إنما تيجي البيت عندي هنا لا معلش، أنا آسف.
طب اهدي بس، انا بقولك اللي في بالها. انا عن نفسي انا كمان رافضه، بس برضه انت عارفه حماتك محتاجه خدمه، وبصراحه يعني مريم كانت شايلاها، وانا مش زيها. انا لا فيا صحه ولا فيا جهد الكل ده، عارف. وعشان كده رفضت انا كمان يا اختي. ده انا امي ساكنه تحت اخواتي، مفيش واحده من مراتاتهم بيناولوها كوبايه ميه. انا واخواتي اللي شايلين الليله كلها. طب ما هو زينا احنا كمان يا حبيبتي. امي لو تعبت بالليل بتتصل بيا وباخواتي البنات، وما بترضاش تتصل بالرجاله اللي ساكنين معاها في نفس البيت، اهو نفس اللي عندنا. وبيقولوا ان احنا مش ملزمين نخدم امكم، واهو احنا اللي بنخدمها. بقول لك ايه، اتصلي على نهى وقولي لها عشان نكون كلنا على كلمه واحده. نهى مين يا اختي؟ هي نهى اللي بتخاف على صحتها دي هتوافق؟ بس برضه هكلمها واقول لها. وقفلت معاها السكه وكلمت سلفتها نهى، واتفقوا هما التلاتة ان حماتهم لا تيجي عندهم ولا هما يروحوا يقعدوا معاها. وبعد كام ساعه كانت مريم حالتها اتحسنت، والدكاتره اطمنوا عليها وكتبوا لها على خروج. الحمد لله على سلامتك يا مريم. ايه يا حبيبتي؟ ايه اللي جرالك؟ الحمد لله. انا مش عارفه ايه اللي حصل. انا فجاه تعبت كده وما حسيتش بنفسي غير دلوقتي. ما انا مكلماكي الصبح، ما كنتيش تعبانه. مصطفى اتخانق معاكي صح؟ عادي يا مروه، ايه الجديد يعني؟ انا بقالي فوق ال20 سنه وانا على نفس الحال. ما هو ما بقاش عادي يا مريم. اديكي تعبتي ودخلتي المستشفى وكنتي هتروحي فيها. مش وقته يا مروه، مش وقته الكلام ده. اهم حاجه دلوقتي صحتها. لا وقته يا احمد. هي هتفضل تيجي على نفسها لحد امتى؟ انا عارفه وواثقه ومتاكده ان مصطفى هو السبب. طب ممكن نهدى ونأجل الكلام دلوقتي في الموضوع ده علشان اختك؟ ما هو انا بتكلم علشان صحتها. الحل الوحيد انها تبعد عنه. بقى شخص لا يطاق، مش حاسس ولا مقدر اللي هي بتعمله. وبعدين بقى يا مروه، ممكن تسكتي شويه؟ معلش يا ام محمود، انت عارفه مروه زعلانه علشان. عارف، وهي عندها حق في كل اللي قالته. بس قولي لي يا مروه، اعمل ايه؟ اعمل ايه بعد العمر ده كله؟ اطلب الطلاق مثلا؟ ده انا عيالي بقوا طولي. انا ما قلتش تطلبي الطلاق، انا بقول لك خليه يحس بالمسؤوليه اللي انت شايلاها. ده كفايه عليكي خدمه حماتك اللي بقالك اكتر من 10 سنين شايلاها. لا عمرك اشتكيتي ولا قلتي ماليش دعوه. وهو شايف مراتات اخواته بيعملوا ايه؟ ايه؟ مش مقدر قيمه النعمه اللي في ايده. على فكره بقى، خالته عندها حق. انا والله شكيت ان تعبك ده بسببه وسبب كلامه اللي بيقوله. اهدى يا محمد، ما يصحش اللي انت بتقوله ده. ده انت بتتكلم عن ابوك، مش عن واحد غريب. عارف يا محمود ان هو ابوي وهي امنا اللي طول عمرها شايله همنا وهم، وهو عمره ما بيقول لها كلمه كويسه. اقسم بالله انا لو في مكان ماما ما كنتش قعدت دقيقه واحده في البيت ده، مش 25 سنه. الصراحه بقى بابا طريقته مستفزه قوي. محمد، عيب تتكلم على باباك كده. مش عيب يا ماما، على فكره بقى هو ما يستاهلش غير كده. ساعتها محمود شده من ايديه وخرجه بره. ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت اتجننت ولا ايه؟ لا ما اتجننتش. ابوك اللي انت بتدافع عنه ده عمره ما ادانا مصروف ولا جاب لنا كسب. ده لولا امك لا كنت انا ولا انت ولا اختك اتعلمنا. نعم. ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ هي دي الحقيقة. امك كانت بتعمل اكل وبتبيعه عشان تدخل جمعيات، ومن الجمعيات دي كانت بتدفع لنا مصاريف الكتب والمدارس والجامعات. حتى مصاريفك وانت في الجيش هي اللي كانت بتبعتها لك. انت بتقول ايه يا محمد؟ انا ليه ما كنتش اعرف بالكلام ده؟ وانت ازاي عارف بيه؟ ماما اللي قالت لي اوعى تقول لمحمود، لو عارف ممكن ما يكملش تعليم. وعرفت ازاي بقى؟ امك كانت بتستنى كلنا ننام وتعمل الاكل، والست جارتنا الست امينه كانت بتاخده منها وتوصله للناس اللي هي شغاله عندهم. وانا كنت بشوفها بالليل وانا صغير. ولما سالتها وشددت عليها في السؤال قالت لي، وعرفتني ما اعرفش حد فيكم. معقوله؟ يعني طول النهار شايفه طلبات وبالليل عينيها طالعه في الشغل؟ ده انا كنت نايمه على وداني بقى واطرش في الزف. امك بتشتغل وبتصرف علينا واحنا ما حدش فينا داري. وابوك، ابوك كل ده ما يعرفش انها بتشتغل وبتصرف كمان. هو انت مفكر ان هو فارق معاه هي بتجيب منين؟ لا يا حبيبي، اهم حاجه انها ما تطلبش منه فلوس. ازاي يعني؟ مش فاهم. مش المفروض يعرف مراته ماشيه البيت ازاي؟ قلت لك هو مش فارق له منين. اهم حاجه انها ما تطلبش. امك بتعاني مع ابوك من زمان، وهي مستحمله اللي هي فيه ده علشان احنا وبس.
بس والله لو طلبت إنها تنفصل وتتطلق أنا أول واحد هيقف في ظهرها. بس أنت التاني، طلاق إيه بس؟ أنت اتهبلت ولا إيه؟ لا ما اتهبلتش، بس أمك لو فضلت مع أبوك هنخسرها، والدليل اللي حصل النهاردة أهو. أبوك ما بيسمعهاش حتى كلمة عدل، كل شوية زعيق وخناق وإهانة. طب خلاص اسكت، اقفل على الموضوع ده، خلينا نطمن على ماما الأول، واللي هي عايزاه بعد كده نعمله لها. ماشي يا سيدي. يعني أبوك ما جاش يطمن على أمك؟ بذمتك ده ينفع؟ ليه؟ ليه تستحمل أبوك؟ قولي. يا ابني، يا ابني مش هيسيب ستك لوحدها، ما ينفعش. هو إيه اللي ما ينفعش؟ ما مالك جت من الدرس وهي هتقعد معاها، وهو يجي يطمن عليها؟ أكيد ليه عذر. يلا، يلا نشوف ماما ونطمن عليها. ودخلوا الأوضة لمامتهم علشان يقعدوا معاها. ولو خالتهم مروة بتقول: خلاص ماشي، أنا هشوف حد ينظف بيت أبوكي واقعدي فيه وريحي لك شوية، وشوفي هتعملي إيه بعدها. بيت إيه؟ وهتروح على فين؟ هي ماما مش هترجع البيت؟ لا، هتروح تريح دماغها شوية من وشكم، وتشوف هتعمل إيه بعدها. والله فكرة كويسة إنها تقعد في بيت جد. أكيد أنت يا خالتي اللي قلت لها على الفكرة دي. لا والله، هي اللي اقترحت وأنا شجعتها. أهو على الأقل تريح جسمها ودماغها شوية من الوش والهم اللي هي فيه ده. خلاص، اللي يريحها يا خالته نعمله لها. أهم حاجة إنها تكون مرتاحة ومبسوطة. أنت تيجي تقعدي النهاردة معانا، وبكرة تبقي تطلعي على بيت بابا. لا يا مروة، خليني هنا. قولي للدكتور يخليني النهاردة هنا، أو على الأقل لحد بالليل. يا بنتي وفيها إيه؟ على الأقل آخد بالي منك. معلش يا مروة، عشان أحمد ياخد راحته في بيته. ومين قالك بقى إني مش هاخد راحتي يا مريم؟ البيت بيتي وتقعدي براحتك. ربنا يخليك يا أحمد، وربنا يجعله عامر دايما بحس. أهو يا ستي، أهو بنفسه هو بيقول لك البيت بيتي. خلاص يا ماما، روحي مع خالته باتي النهارده، وإن شاء الله على الصبح بيت جده هيكون جاهز. طب يا ماما مش هنقول لبابا إنك مش هترجعي البيت؟ أبوك؟ هو فين أبوك يا محمود؟ إيه؟ هتقولي أصله قاعد مع تيتا؟ لا يا محمود، ما تقولهوش حاجة. خلاص يا ماما، اهدي بس وما تعصبيش نفسك. خلاص يا مريم، خلاص بقى لحسن تتعبي تاني. وانت يا محمود، يلا سند مامتك معايا، وخلينا نروح على البيت عشان ترتاح. وسندوها وروحوها على بيت اختها مروه. حمد لله على سلامتك يا ست الكل. الله يسلمك يا حبيبي. انا هدخل اغير هدومي واجيب لكم حاجه تشربوها. لا لا يا خالته، احنا هنمشي عشان نلحق نشوف حد ينظف البيت لماما قبل الليل ما يليل. واستأذنوا الولاد ومشوا. اما مروه وضبت اوضه لمريم ودخلتها ترتاح فيها. وفي بيت مريم، محمود ومحمد رجعوا البيت، وملك أول ما شافتهم سألتهم بلهفة: الله، هم الماما فين؟ ماما خرجت من المستشفى وراحت على بيت خالته مروة. إيه ده؟ ليه؟ هي مش هترجع تاني ولا إيه؟ يا ستي إن شاء الله هترجع، بس هي لازم ترتاح شوية. أمال بابا فين؟ بابا جوه في أوضته، قال لي هيدخل يرتاح شوية. يرتاح؟ آه، طيب تمام. بقول لك يا محمود، إحنا هنجيب الناس تنظف الشقة إمتى علشان ماما؟ وهو بيقول الكلمة دي سمعهم باباه. شقة؟ شقة ايه؟ وفين أمكم؟ مش الدكتور قال لكم إنها بقت كويسة؟ أمال هي فين؟ ماما راحت عند خالته مروة، أصل هي محتاجة ترتاح عشان الدكتور قال كده. وهي راحت بقى من غير ما تقول؟ إيه؟ هي سايبة ولا إيه؟ يا بابا مش سايبة ولا حاجة، بس ماما لازم ترتاح من كل حاجة شايلة همها. هم إيه يا حبيبي؟ هي بتعمل إيه يعني غير إنها بتعمل شوية أكل؟ هي ليها لازمة إيه؟ وترتاح من إيه؟ ساعتها محمد ابنه ما استحملش، انفجر فيه: ايه يا عم الجبروت اللي انت فيه ده؟ اتقي الله. هي مين دي اللي ملهاش لازمه؟ لا معلش بقى، انت بتعرف هي بتعمل ايه؟ يا شيخ حرام عليك بقى، كفايه كده. دي كانت هتروح فيها وانت ولا انت هنا. انت اتجننت يا محمد؟ ايه ده؟ بتعلي صوتك عليا؟ اه بعلي صوتي. انت تعرف امي اللي انت بتقول عليها ملهاش لازمه دي بتعمل ايه؟ شايلاك وشايلانا وشايله ستي اللي محدش وافق ياخدها من مراتات عمي في بيوتها، وهي بتقول زي ام وبتعمل مجهود جبار معاها، وفي الاخر لا في شكر ولا حمد. ايه؟ ايه ملهاش حق ترتاح؟ ارحموا شويه، ارحموا عشان ربنا يرحمكم. لا، ده انت اتجننت يا ابن مريم، انت ازاي تتكلم معايا كده؟ لا ما اتجننتش، بس امي دي محدش يقدر يعمل اللي هي بتعمله، من اكل وتنظيف وغسيل لشيل هم كل واحد فينا، غير كمان شغلها اللي هي بتعمله عشان تخلينا مش محتاجين لحد. وفي الاخر
يتقال لها انت مالكيش لازمه. امك بتشتغل؟ انت اتهبلت ياض انت ولا ايه؟ اه يا بابا، ماما بتشتغل عشان تقدر تسد طلبات. يا محمد اهدى شويه. معلش يا بابا، اصل محمد زعلان على ماما لانها كانت هتروح مننا. استنى بس، هي مين دي اللي بتشتغل؟ وبتشتغل فين؟ بتشتغل من البيت، بتعمل اكل وحلويات للناس عشان تقدر تجيب لنا اللي احنا عايزينه. وحضرتك بقى مفكر في ظل الظروف اللي احنا فيها والغلا اللي احنا فيه ده، الفلوس اللي حضرتك بتديها لها بتكفي حتى؟ دي ما بتكملش 10 ايام في الشهر. حضرتك تعرف علاج تيتا بكام؟ دروس ملك بكام؟ انا مصاريف جامعتي بكام؟ ولا محمود اللي بياخد مصروف قد ايه وهو رايح الجيش؟ تعرف كل ده؟ يعني ايه؟ يعني مريم بتشتغل من ورايا؟ دي يومها مش معدي، ويا ترى بقى بتروح تودي الاكل للناس وبتخرج من ورايا؟ هو ده اللي فارق مع حضرتك؟ لا طبعا، طنط امينه بتاخده وتوصله للناس اللي هي شغاله عندهم. كمان امينه عارفه؟ دي مريم كانت مقرطصاني بقى وانا مش دريان. يا بابا لو سمحت، ممكن تهدى؟ ماما كانت بتعمل كده عشان عارفه انك مش مقصر، بس مصاريفنا كتير. اهدى؟ اهدى وامكم مقرطصاني؟ ده انا المفروض ارمي عليها اليمين دلوقتي. وقتها سمع صوت من وراه: عايز ترمي اليمين على مراتك اللي شايلاك وشايله عيالك وشايلاني انا كمان فوق كتافها؟ ايه يا تيتا بس اللي قومك من سريري؟ قمت قمت عشان افوق ابوك اللي مش عارف ان معاه ست لو لف الدنيا كلها مش هيلاقي ضفارها. اتقي الله يا ابني، انت مش حاسس بالنعمه اللي في ايديك يا مصطفى؟ يعني يرضيك ياما، يرضيك انها تعمل مشروع من ورايا وانا معرفش؟ هي خبت عليك عشان ما تحسسكش انك مقصر. كتر خيرها، ده بدل ما كل شويه تطلب فلوس منك. هو انت مفكر ان انا ما سمعتش بخناقتك معاها عشان بس طلبت منك مبلغ تمشي بيه دنيتها لحد ما ربنا ييسر لها وحد يطلب اوردر اكل منها؟ يا مصطفى، يا مصطفى، ده انت معاك ست جوهره، اوعاك تفتري عليها. انت شايف يا ابني بنفسك، شايف مراتات اخواتك محدش فيهم بيعمل ربع اللي مراتك بتعمله، ومتشالين على كفوف الراحه من اخواتك، وانت طول عمرك مصدر لها الوش الخشب. ما تبقاش زي ابوك الله يرحمه، كان قاسي وجاحد وانت طالع زيه. مصطفى ما كانش عارف يرد على امه اللي كانت بتدافع عن مراته باستماتة. سابهم ودخل اوضته وقفل الباب. قعد على السرير وهو بيفكر في كلام ابنه وكلام امه. هو ما يعرفش مراته بتدبر كل المصاريف دي منين، عمره ما سأل نفسه بتجيب منين. أهم حاجة عنده إنها ما تطلبش، ولو طلبت يتخانق معاها. أما هي كانت بتيجي على نفسها وتراضيه لحد آخر مرة. كانت خلاص جابت آخرها. وعدى اليوم والولاد بعتوا جابوا حد ينظف شقة جدهم لمامتهم، وبعدها راحوا جابوها من عند خالته. وفضل مصطفى قاعد يومين بمامته علشان يراعيها وما راحش شغل. ايه اللي في ايدك ده يا محمود؟ دي هدوم لماما، اصلها عايزه تغير هدومها. ايه، هي مش ناويه تيجي من عند خالتك بقى ولا ايه؟ لا هي جت، بس في شقه جدي. شقه جدك؟ هو في ايه؟ هي مريم بقت تتصرف كده ولا كانها على ذمه راجل؟ وراح على شقه حماه اللي كانت قصاده وخبط عليها وفتح له محمد ابن، زق ودخل. هي فين امك اللي ما بقاش حد يملى عينيها وبتتصرف من غير ما ترجع للراجل اللي هي على ذمته؟ انا هنا يا مصطفى. خير؟ مش خير يا ست هاني. ايه، تروحي بيت اختك وترجعي من بيت اختك على بيت ابوك ولا كأنك في عصمة راجل؟ من حق ارتاح يا مصطفى. ايه، مش بني ادمه؟ وانت بقى شيل الشيله لوحدك، وريني هتعمل ايه. هو انت ليه محسساني ان مفيش غيرك اللي بيعمل؟ ما كل الستات بتعمل. ما انا عارفه ان كل الستات بتعمل، بس انا بقى تعبانه وحابه ارتاح. يعني ايه يا مريم، مش هترجعي؟ انا سايب شغلي وحالي واقف عشان امي، والله بقى ماليش فيه. انا واحده تعبانه وكنت داخله على جلطه، عايزه الراحه. جيت بيت ابويا اللي ما دقتش طعم الراحه غير فيه. مريم، لو ما رجعتيش البيت دلوقتي مش هترجعيه مره تانية. قعدت مريم قدامه وهي بتقول له: بركه يا جامع. يعني ايه مش هترجعي؟ لا مش راجعه غير لما احس ان انا مرتاحه. بس انا قلت لك لو ما رجعتيش دلوقتي مش هترجعيه مره تانية. وانا قلت لك بركه يا جامع. محمد، تعالى دخلني اوضتي عشان تعبان. ودخلت مريم مع ابنها وسابت مصطفى واقف مكانه وهو مش مصدق ان دي مريم اللي كانت بتخاف تتكلم قصاده
دلوقتي شايف واحدة تانية غير اللي يعرفها خالص. عدت أيام وأسابيع وشهور، ومريم في شقة باباها رجعت لها صحتها وضحكتها، وبتكمل في مشروعها، وولادها معاها بيساعدوها، ملك بنتها ومحمود ومحمد كمان، وساعات أختها مروة بتيجي تساعدها، وفتحت لها سوق مع معارفها وأصحابها، وكانت بتجيب حماتها تقعد معاها بدل وجودها طول النهار لوحدها في أوضتها ما بتكلمش حد. وفي يوم وهم قاعدين لقيت حماتها بتقول لها: بقولك إيه يا مريوم؟ نعم يا ماما. محتاجة حاجة أعملها لك؟ أنا محتاجة ترجعي بيتك يا بنت، تنوريه من تاني. مصطفى هيتجنن وعايزك ترجعي البيت. مصطفى هو اللي قال لي مش هتدخلي البيت مرة تانية لو قعدتي في شقة أبوكي. معلش يا بنت، هو كان مصدوم إنه ما يعرفش حاجة عن أهل بيته، وأنا ذنبي إيه يا ماما؟ حضرتك عارفة، هو اللي كان عامل بيني وبينه حيطة سد، مفيش أي كلام ولا مناقشة. مصطفى كان مفكر إن أنا جاية أنهبه، عمره ما سألني محتاجة حاجة أجيبها لك. ما تزعليش مني يا ماما، مصطفى أناني، ما بيحبش غير نفسه، طالع لأبوها الله يرحمه، كان كده وأكتر والله يا بنتي. تصدقي أنا مش فاكرة له أي حاجة حلوة عملها معايا، لا هو ولا أم الله يرحمها. الله يرحمهم بقى هما الاتنين ويسامحهم، الله يرحمه. بس لا، حرام يا ماما، مصطفى ليه حاجات حلوة كتير، بس للأسف الوحش بقى أكتر من الحلو. وأنا والله تعبت وجبت آخر 25 سنة وأكتر وأنا مستحملة. من حق أرتاح شوية، من حقك يا حبيبتي، بس بيتك وعيالك محتاجين. هما معاكي هنا، بس متشتتين يا بنتي ما بينك وبين أبوه. وما تنسيش إن ملك عندها ثانوية عامة وعايزة هدوء عشان تقدر تذاكر. مش عارفة يا أمي، قوليلي أعمل إيه؟ وأدخل البيت بأنهي عين وصاحبه قال لي ما تدخليش فيه مرة تانية؟ تسمعي كلام أمك وتنفذيه، اللي هتقوليلي عليه هنفذه، بس أهم حاجة ما يجيش على كرامتي. يا بت عيب عليك، ده انت بنت، وربنا عالم أنا بحبك أكتر من عيالي، ويعلم ربنا ما في قلبي من ناحيتي. ربنا يخليك يا ماما، عارفة والله، وأنا يعلم ربنا إني بعتبرك زي أم. هو أنا ليا غيرك يا زوزو؟ طب اسمعي بقى اللي هقولك عليه ده بالحرف الواحد. إحنا هنسويها على نار هادي، وكمان هنرجع بشروط. شروط؟ طب بذمتك ابنك ده هيوافق إن أرجع وبشروط كمان؟ والله يا أختي مش عاجبه، خليه قاعد في شقته زي قرد قطع. وإيه بقى الشروط اللي هتقولي عليها؟ الأول قوليلي، أنت عاوزة تكملي في مشروعك ولا لأ؟ طبعا هكمل فيه، حضرتك عارفة إن أنا طول عمري نفسي يكون عندي مطعم، وده حلمي اللي نفسي أحققه، وكمان يكون مشروع للولاد يشتغلوا فيه بعيد عن مرمطة الشغل عند الناس. حلو قوي، يبقى أول شرط هتقوله له إنك مكملة في شغل، وتاني شرط يجيب واحدة تساعدك في شغل البيت، وتالت شرط إنك ملكيش دعوة بأي مصاريف في البيت. قولي له اصرف أنت وأنا عليا أمشي الدنيا باللي أنت هتجيبه. ورابع شرط لازم يكون في بينا طريقة مناقشة، مش كل حاجة زعيق وشخط ونطر وخناق. مم. طب وهو بقى هيوافق على كل ده؟ والله وافق، أهلا وسهلا. ما وافقش هو حر، وانتي قاعدة في بيتك ومرتاح. طب ومين بقى اللي هيقوله على الشروط دي؟ أنا اللي هقوله عليه. ما تقلقيش انتي وتشيلي هم. وأقولك كمان في حاجة تانية. قولي يا حبيبتي، قولي اللي انتي عايزاه. محتاجة حاجة أعملها لك؟ لا يا حبيبتي، عايزاكي طيبة وبخير دايما. أنا عايزة أقول لمصطفى يوديني دار مسنين، عشان كده كتير عليكي قوي يا بنتي. وانت ذنبك ايه؟ ايه؟ ايه يا ماما اللي انت بتقوليه ده؟ دار مسنين؟ انا قصرت معاكي عشان تقولي كده؟ قصرتي معايا؟ هو انت في زيك يا بنتي؟ ده انت شايلاني بقالك 10 سنين وعمرك ما اشتكيتي. بس كده كفاية عليكي قوي يا بنتي لحد كده، والله هزعل منك. ده انا اشيلك العمر كله لاخر نفس في عمري. اوعى اسمع منك موضوع دار المسنين ده مرة تانية. ربنا يكبر بخاطرك يا مريم يا بنت فاطمة، زي ما بتكبري بخاطري. انت عارفة ان ولادي هم اللي كانوا عايزين كده، بس مصطفى اتخانق معاهم وقال لهم بقى بعد كل اللي عملته معاكم عايزين ترموها في دار مسنين. انا عارفة الموضوع ده من بعد ما تعبت، وانا سمعت مصطفى وهو بيكلم اخوه حمدي، وان اتفق هو وفريد وفهمي
إنهم يودوني دار مسنين، ومصطفى هو اللي رفض. هو أنا يعني اللي كنت هوافق؟ ده أنا أشيلك جوه عيني قبل قلبي يا حبيبتي، ولا تشغلي بالك بأي حاجة. حتى لو أنا ومصطفى ما اتفقناش، أنت أمي اللي أخدمها برموش عيون. تعالي يا بنت قلبي في حضن. أخدتها حماتها في حضنها وقعدت تدعيلها. وفي مكان تاني كان مصطفى قاعد مع واحد صاحبه. إيه يا درش، مراتك لسه ما رجعتش البيت؟ لا ما رجعتش، أو بمعنى أصح أنا اللي قلت لها مش هترجعي. طب وانت ليه قلت لها كده؟ والله بقى كنت متعصب منها. وحكى له مصطفى على كل اللي حصل معاه ومع مراته، وقال إيه، طلبت إنها تقعد في بيت أبوها ترتاح، وأنا ما وافقتش. قلت لها لو ما رجعتيش البيت دلوقتي مش هتدخليه مرة تانية. تصدق يا أخي إنك لطخ؟ إيه يا ابني الجبروت اللي أنت فيه ده؟ مراتك بتعمل كل ده وأنت مش عاجبك؟ يا أخي ده أنت معاك ست تتحط فوق الراس. عارف، وعرفت قيمتها، وبقيت أنا أعمل اللي كانت بتعمله مع أمي. ياه، يا على المجهود اللي كانت بتعمله، ده غير مجهود البيت، وكمان شغلها اللي كانت بتساعد بيه في مصاريف البيت وأنا معرفش حاجة. كنت مفكر إن فلوسي هي اللي ممشية البيت، ده علاج أمي لوحده بياخد نص المصروف، غير مصاريف الولاد. أنا أول مرة من سنين أعرف إن فلوسي كلها بتخلص قبل الشهر ما يعدي بكتير، وأنا اللي كنت بتخانق معاها لو طلبت جنيه زيادة عن مصروف البيت. بقول لك إيه، أنت تستعيذ بالله من الشيطان وتقوم تروح لمراتك وتبوس إيديها ودماغها وتقول لها حقك عليا يا ست الناس، وكمان تجيب لها هدية حلوة كده وتراضيها من هنا ل20 سنة قدام، عشان بس تسامحك. ده أنا متغاظ منك مجرد ما سمعت اللي كانت بتعمله. ده كويس إن كان هيجيلها جلطة بس وما ماتتش منك ومن عمايلك. قوم يا مصطفى، قوم الله يرضى عليك. أنت شايف كده يعني؟ طب افرض ما وافقتش، خليك وراها لحد ما توافق، وسلط العيال عليها هي بتحبهم وهتسمع كلامهم. قوم بقى، قوم اتكل على الله وخد الخطوة، بس ابقى طمني عملت ايه. وقام مصطفى علشان يعمل اللي صاحبه قاله عليه، ووصل عند بيت حماه وخب، لكن محدش رد. دخل شقته يطمن على مامته، ملقاهاش. مسك تليفونه واتصل على محمود ابنه. رد عليه محمود وقال له اطمن، احنا اخدنا تيتا نفسحها ونتغدى بره. قفل معاه وهو بيبرد. تتغدوا بره؟ ماشي. وانت يا مصطفى مش هتاكل؟ انت من ساعة ما مريم تعبت وسابت البيت وانت مش عارف تاكل لقمة عدل. وبعد ما قفل محمود مع باباه، غمزت له خالته مروة وهي بتضحك وقالت له كنت قلت لابوك يجي يتغدى معانا يا حودة. اقول له ازاي بس يا خالته، ماما هي صاحبة القرار مش انا. ما ينفعش يا مريم واخدة موقف من مصطفى، ازاي بقى تعزمه؟ انا عارفة يا خالتي، بس انا بقول يعني المسامح كريم. انت اللي بتقولي كده يا مروة، وانت عارفة كل حاجة. عارفة يا مريم، بس خالته بتقول ان هو اتغير. ليه بقى ما نجربش؟ والله ما اتغيرش، اهو بيت ابوكي موجود، ارجعي وعيشي فيه من تاني. ولا ايه رأيك يا خالتي؟ لا، مريم هترجع بشروط. وافق كان بها، ما وافقش بقى هو حر. ضحك كل اللي قاعدين على كلامها، وقالت لها مريم على فكرة بقى يا تيتا، بابا هو اللي ابنك مش ماما. المفروض توفي مع ابنك مش مع مرات ابنك. ومين قالك ان امك مش بنت؟ لا، هي بنتي اللي ما خلفتهاش. امك حنينة عليا اكتر من ولادي اللي صحتي راحت عليهم. طب قولوا لي بقى، وهتتشرطوا على بابا بايه؟ بكل حاجة، عشان امك تكون راجعة وهي مرتاحة. طب وايه هي الشروط دي؟ وقالت له جدته على كل الشروط اللي اتفقت بيها مع مريم وهتبلغ بيها مصطفى. بصراحة مش عارف، أشك إن بابا يوافق. والله أنا قلتها لكم، هو حر. وافق كان به، ما وافقش بقى هو حر. وبعد ما خلصوا الغدا رجعوا على البيت. الولاد وصلوا جدتهم على شقة باباهم ورجعوا تاني على شقة جدهم. عاملة إيه يا ماما؟ طمنيني عليكي، انت حاسة بتعب ولا حاجة؟ لا يا حبيبي أنا زي الفل، الله يبارك لها مريم، مش مخلياني محتاجة حاجة. وهي بقى مش ناوية ترجع بيتها ولا إيه؟ ولا عجبتها القعدة في شقة أبوها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هو أنت يا ابني مش قلت لها من كام شهر لو ما رجعتيش دلوقتي مش هتدخلي البيت مرة تانية؟ هتدخلوا بس بأنهي وش؟ وهي يعني ما صدقت؟ مصطفى، أنت عايز ترجع مريم ولا لأ؟ طبعا يا أمي عايزها ترجع.
خلاص، هي هترجع بس بشروط. شروط؟ هي كمان هتتشرط؟ لا، خليها بقى في بيت أبوها. خلاص انت حر، وهي مرتاحة، و100 فل و10 كمان. يعني ده بدل ما تقولي لها عيب يما مشجعاها على اللي هي بتعمله؟ أنا مش مشجعاها، بس هي من حقها تنام على الجنب اللي يريحها والله. وإيه بقى الشروط اللي الست مريم شرطهم عليا؟ وقالت له أمه على الشروط شرط شرط. وقبل ما تقول حاجة واحدة فكر في الشروط، وبعدين ابقى تعالى كلمني. من غير ما أفكر يا أم، أنا موافق، بس أنا ليا شرط. وإيه بقى الشرط ده؟ إنها ما تخبيش عني أي حاجة تاني، ولو في حاجة تبقى تيجي تقولها لي. على فكرة، لو أخدت بالك، ده كان من ضمن الشروط اللي هي حطاها. خلاص يا أم، بلغيها إن أنا موافق على كل شروطها. يا أخويا الشقة في وش الشقة، روح لها أنت وقول لها إنك موافق، وكمان اطلب منها إنها تسامحك على كل اللي أنت عملته معاه. حاضر يا ست. أنا مش عارف بس، هو مين فينا اللي ابن؟ انتوا الاتنين ولادي، انت ابن بطني وهي بنت قلبي. روح يا ابني، روح راضي مريم مراتك جوهرة، اوعى تخسرها. حاضر يا أم. ووطى على إيد أمه وبسها، وخرج وراح على شقة والد مريم. خبط عليها، ملك بنته فتحت. أهلا يا بابا يا حبيبي، نورت. البيت منور بيكم يا حبيبتي. قوليلي، مامتك فين؟ ماما واقفة في المطبخ، عندها أوردر بتعمله، وهتسلمه الصبح بدري. سابها ودخل، وقف على باب المطبخ وهو بيتأمل في مريم، اللي كان حاسس إنه أول مرة يشوف مريم الحقيقية، مش مريم اللي كان خياله المريض بيقوله إن هو جايبها علشان تخدمه بس. ازيك يا مريم، عاملة ايه؟ الحمد لله بخير، أنا موافق على كل شروطك يا مريم. طب كويس أوي. ها، هترجعي امتى بقى؟ مش دلوقتي يا مصطفى، شوية كده تكون نفسيتي ارتاحت وأقدر أنسى اللي حصل لي. خدي راحتك يا مريم، وأنا معاكي في أي حاجة هتعمليها أو هتقوليها. ليه دلوقتي يا مصطفى؟ عشان أنا كنت معك، كان معايا ست ب100 راجل، وأنا بغبائي كنت بدوس عليها ولا فارق معايا. عرفت قيمتك يا مريم، عرفت إن أنا مغفل وأناني وجاحد وقلبي جامد. مريم كانت من جواها مبسوطة بتغيير مصطفى. ردت عليه وقالت له: أرجع يا مصطفى، بس لو رجعت ريما لعادتها القديم هعمل ايه وقتها؟ اهو بيت ابوكي موجود، وساعتها هقولك انك تستاهلي حد احسن مني، عشان انتي جوهرة ولازم تتصاب. خلاص يا مصطفى، وانا موافقة، بس لو خلفت وعدك. مسك مصطفى ايديها وقال لها: والله العظيم مش هخلف وعدي ابدا، وده عهد عليا قدام ربنا لاخر يوم في عمري. يلا يا ست الكل والناس كلهم، ارجعي بيتك ونوريه من تاني، البيت ملوش طعم من غير وجودك فيه. مريم من جواها كانت مبسوطة، بس برضه كان في شوية قلق جواها، بس هي حاسة بصدق كلامه. وهي كمان دلوقتي ما بقتش مريم بتاعت زمان، لو قال معاها هترجع بيت أبوها معززة مكرمة. رجعت مريم البيت، وعدت سنة كاملة على اليوم اللي كانت واقفة فيه مريم في مطبخ أبوها، وهي حاطة شروطها بكرامة وشموخ ست. رجع لها وعيها وصحتها من تاني. الشروط ما كانتش مجرد طلبات وفلوس، دي كانت بداية جديدة لحياة عاشت فيها 25 سنة من التجاهل والعصبية والزعيق والخناق. وفي شقة مصطفى ومريم الدنيا بقت تضرب تقلب من كتر الحركة والنشاط. المطبخ اللي كانت بتقف فيه ما بقاش السجن اللي كانت بتستخبى فيه بالليل عشان تعمل أكل وتبيعه من وراه، لا، ده بقى بيتها الصغير اللي اتقلب لخلية نحل. وبموافقة وتشجيع مصطفى فتحت مطعمها الصغير اللي كان حلم عمرها، وبقى مشروع لولادها كمان. مصطفى ما بقاش الراجل اللي يدخل البيت وهو لابس الوش الخشب وعمال يزعق ويقول عايز أطفح. بقى هو أول واحد يدخل المطبخ يساعدها ويشيل عنها الشنط التقيلة، ويقعد يراجع معاها حسابات الأوردرات والزباين بابتسامة كلها فخر مش بتفارق وشه أبدا. وفي يوم كانت العيلة كلها متجمعة على سفرة الغدا بمناسبة تخرج ابنهم الوسطاني محمد من الجامعة، ومحمود وخطيبته موجودين معاهم. قامت مريم من مكانها علشان تجيب العصير. جري مصطفى بسرعة ومسك ايديها: اقعدي يا ملكة البيت، اقعدي وارتاحي، النهاردة يوم فرحتنا بمحمد، والخدمة عليا أنا والولاد. أيوة كده يا مصطفى، اتعلم الأصول يا ابني. الست الأصيلة ما تدسش أبدا، الست الأصيلة
تتشال فوق الراس وجوه العين. وقتها طلع مصطفى من جيبه علبة قطيفة صغيرة وفتحها. كان جواها خاتم دهب رقيق أوي. لبسهولها وهو بيقول لها: الخاتم ده مش هدية يا مريم، ده اعتذار متأخر عن كل ليلة نمت فيها زعلانة بسببي، وعن كل لقمة كلتها من إيدك وما قلتلكيش تسلم إيديكي، وعن كل لحظة افتكرت فيها إن البيت ده ماشي بفلوسي أنا وما كنتش دريان إنه ماشي ببركة ربنا ودعاكي وشقاكي انت مش بس عملة نادرة يا مريم، انت النعمة اللي ربنا حفظها ليا بعد ما كنت هضيعها بغباء. نزلت دموع مريم من عينيها، بس المرة دي ما كانتش دموع قهر وحزن زي زمان، كانت دموع فرح. الجرح القديم خلاص طار، ومصطفى ما خلفش وعده، وبقى هو الظهر والسند اللي اتمنت طول عمرها إنها تلاقيه. قربوا منها الولاد وباسوا إيديها واترموا في حضنها. ربنا يخليكي لينا يا أحن وأجدع أم في الدنيا. بصت مريم للبيت والوش حماتها اللي كانت بتدعي لها، والجوزها اللي اتقلب حاله من الأسود للحنان. قالت في سرها وهي مبتسمة: الحمد لله يا رب، مفيش حاجة بتضيع عند ربنا، والست لما بتصبر وتتمسك بكرامتها ربنا بيكبر بخاطرها في الآخر. وبدل ما فرق وحل عنه، رجعت وبقيت أنا الكل في الكل. ودي كانت نهاية قصتنا. بس تفتكروا بقى، مصطفى اتغير بجد علشان عارف قيمة مريم وخاف يخسرها، ولا اتغير لما لقاها بقت ناجحة ومستقلة وعندها مشروعها وما بقتش محتاجاه؟ مستنية رأيكم الحامش في التعليقات. ولحد هنا بتكون خلصت قصتنا. أتمنى إنها تكون عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير مع أصحابكم علشان نكبر ونستمر بيكم. وما تنسوش تتابعونا على قناتنا على الواتساب وصفحاتنا على الفيسبوك والإنستجرام. هسيب لكم اللينكات في صندوق الوصف، وأشوفكم إن شاء الله في قصة جديدة.